طيب عربية السندوتشات الصغيرة اللي قدامكم دي للأسف وراها مجموعة شباب حرفيا بالكواليتي ونظافة الأكل اللي بيقدموها لو فتحوا مطعم هيقعدوا مطاعم كبيرة كتير في البيت. يعني تخيلوا كده بأقل إمكانيات وبمساحة صغيرة جدا، فالبايك دي متخصصة في الفرايد تشيكن بكل أنواعه وسندوتشاته لحد الناشفيل فرايد تشيكن. فالنماذج دي بالذات هي اللي تستحق إن مصر كلها تتعرف عليها. فلايكك وشارك الجامدين بقى عايزين الفيديو ده يلف مصر كلها، وتعالى أحكي لك عن بايك موري تشيكن. يعني يا جدعان المكان ده كل حاجة بتلاقيها بتتعمل قدامك، بدايه من الفراخ اللي بتبقى بايته في التتبيله مرورا لحرمشتها وفرفشتها ونزولها في الزيت لحد ما تاخد اللون الذهبي المظبوط، ويقوموا بقى منزلينها في صوص الناشفيل اللي معمول بالزبده مش بالزيت. فبكده بتاخد احلى قطعه فرايد تشيكن ممكن تدوقها في حياتك. بس عارفين ايه الاجمد بقى من كل ده؟ هي السندوتشات عندهم. فيلا بينا احكي لكم عن تجربتها. بس الاول موري تشيكن دي موجوده في حدائق القبه شارع ولي العهد قدام مسجد الرحمن على طول. فانا بقى جبت تقريبا كل الترندات اللي هو عاملها. يعني بصوا مبدئيا كده هو عامل ترند كيس الشيبسي لكن بالفراخ الناشفيل مع بقى ايه قطع الناشفيل وسندوتشات الناشفيل، وفي سندوتش عادي هنجربه عشان يبقى ايه عشنا التجربه كامله متكامله. واحنا هنا بقى معانا سندوتشين، ويعني كشكل مبدئي انا لو ما كنتش عارف ان انا جايب الحاجات دي من بايك بتاعت فرايد تشيكن كنت قلت ان الحاجه طالعه من مطعم. يعني بص العيش نفسه بريوش اللي هو بيرجع تاني زي ما كان. العيش ده بيبقى غالي وطعمه حلو قوي. بص بقى البتاع غرقانه من القلب بتاعها صوص جبنه مع سويت شيلي مع قطعتين الفراخ الناشفيل مع بص الخس والحركات وبتاع. انا ليه جرى واي سندوتش بيجي معاه بطاطس. لا بطاطس حلوه ملحمه كده. فيلا بينا بقى ايه بسم الله. واو اقسم بالله بجد حلوه قوي يا جدعان. الفراخ الناشفيل اصلا التتبيله بتاعتها حلوه متروق عليها، تحس انها مش مزيته، وهم اصلا بيعملوها في زبده كده فتحس بدسامه ما تحسش بالزيت. فاهمين قصدي؟ التاتش بتاع السويت شيلي مديها حته كده مسكره لذيذه مع قطمه العيش البريوش اللي بجد ما بتحسش بيها في بقك وانت بتقطمها نهائي. فلا بجد والله السندوتش ده مثلا ممكن ياخد 9.5 من 10. يلا بينا بقى نخش على السندوتش اللي بعده، وده بقى اسم المكان اسمه موري ناشفيل تشيكن. بس بقى ايه بص ده عليه كولسلو. يعني بص الكولسلو مروق عليه وبتاع، المنظر بتاعه تحفه بجد. ماشي ده احلى مكان جربت من عنده فراخ ناشفيل، اللي هو السبايس مظبوط وحته الزبده دي رايقه قوي ولايقه اصلا على عيش البريوش اللي هو اصلا عيش زبده. بس الفراخ ملحمه ازاي من القلب مجرم. هو هنا الكولسلو بيكسر الحته السبايسي شويه، بس الصراحه السويت شيلي كان عالمي. واخر حاجه بقى معانا في حته الناشفيل دي وهي قطع الستريبس. وبص يعني كون بايك وبتقدم لك قطع بتبيعها لك عادي، فهم واثقين في الحاجات اللي هم بيعملوها. انا بقى طلبتها بصوص الرانش، هي بتتكون من قطعتين ناشفيل تمام مع البطاطس مع الصوص اللي انت عايزه. بس الشكل بتاعها عامل ازاي، سخنه وحراقه وحلوه ملحمه قوي فمجرمه قوي. صوص الرانش لايق قوي عليها، سواء طلبتها بالرانش او السويت شيلي الاثنين على ما اظن هيبقوا حلوين. واخر حاجه بقى معانا يا معلم وهو ساندوتش دبل. هو طبعا عنده سندوتشات فرايد تشيكن عاديه، بس ده بقى ايه الساندوتش الدبل اللي هو بص يعني حجمه عملاق جدا. وده بقى